ومحبة لكل اللي بيشوفني وبيتابعني من أي مكان في الدنيا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد، فيديو محفز جدا. مش هنخرج من المطبخ ابدا. بصوا، هنقضي كل اليوم النهارده في المطبخ، يعني مفيش طبعا تحفيز ونشاط اكتر من كده. ان انتي تفضلي طول اليوم في المطبخ، مفيش فيديو هيبقى احفز من كده. انا مش عارفه اقولها ايه. المهم لو كملتي يعني باقي الفيديو هتعرفي ايه ليه هو احفز ومحفز وبينشط الواحد. فهو بصوا يعني مليان بصراحة الفيديو ده. الحمد لله يعني كنت نشيطة جدا في اليوم ده. فاول حاجة عملتها معاكم طاجن التورلي. انا بصوا انا عامة جايبة يعني الوصفة دي. المفروض ان هي من عادي من النت. لقيت ماما بتقولي ده طاجن التورلي، فانا معرفش بقى فهل هو مختلف ولا هل هو معرفش. انا جبت كوسه ومش هعملها تاني لان انا الكوسه ما بتحبنيش. ف... فطعمها ما كانش حلو في التورلي، بس كان البصل والكوسه والجزر قصدي و... والبطاطس كانت جميله جدا جدا جدا، بالذات طبعا اللحمه كانت روعه روعه روعه. هو حلو جدا بس انا عامه ما بحبش، يعني ما بتحبنيش الكوسه وكده. المهم وكمان حطيت معلقتين سمنه وتوم وصلصه طماطم عشان تبقى يعني ما تبقاش احنا مش عايزينها طبعا صحية والكلام ده. انت بقى لو عايزاها مثلا ممكن ما تحطيش حاجة، ممكن تحطي زيت فبراحتك. حطيتها كمان في الفرن وقعدت معايا يمكن ساعة ونص او ساعتين على حسب فرنك. هتعرفي تظبطي الوقت مع نفسك يعني مع فرنك وكده. انا بقى جبت كنافة وفتفتها خالص خالص بايدي. هي متلجة جدا فبتتفتفت بسهولة معايا، يعني مش محتاجة ان انا احطها في كبة والكلام ده. وهنا جبت الكريم شانتيه وطلعت المضرب وقلت ايه عبال ما انا اعمل يعني احمر الكنافة وكده يكون ايه الكريم شانتيه اتعمل يعني خلص وكده. وبصراحة صح يعني كان حسبتي صح. وخلصت وحطيت كمان ايه حمرت بصوا انا بحمرها بس ما بحمرهاش قوي قوي قوي. يعني زي ما انا قلت لكم قبل كده بخليها شوية فيها ابيض. بحس ان انا لو حمرتها قوي ممكن تلسع مني مثلا، فاهمين؟ وخصوصا ان كانت كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين. وحطيت عليها سكر بودرة وكمان هحط عليها شربات، يعني اهو شربات. الشربات ده كان خفيف شوية. انا كنت عايزه اعمل واحد خفيف، كنت عايزه اجربه لان انا لما عملت قبل كده التقيل وحطيته في التلاجة جمد يعني. يعني بالعافيه كده ليه لما تحطي المعلقه او تقطعيها، او ان انتي لازم تشيليه من بره الاول، يعني تطلعيه من التلاجة وتحطيه بره شويه كده وبعد كده تاكلي. فطبعا مين هيستنى؟ محدش بيستنى. ده انا كده ومحدش يستنى. المهم هنا بقى ايه، انا وبعمل الحاجه وكده راح جه الراجل بتاع البوتاجاز بتاعي كان بايظ، عشان كده قلت لكم انا عملت في الكهرباء مش في الفرن. فجه الراجل يصلحه، فاضطريت ان انا اطلع اصلا من المطبخ واشيل كل حاجه لان قعد طول اليوم عندنا الراجل وكده. واكلنا سندوتشات بالجبنه بالشيبسي. اخر حاجة دي. فده كان تاني يوم، يعني عملت لهم الفطار. ده الفطار عملت بطاطس وعملت قطعت الخيار والجزر كده، وعملت لهم كمان بيض. وعملت لهم كان شوية، لقيت شوية لبن قليلين طبعا. عملت حاجات كتير امبارح، فقلت خلاص هعمل لهم سحلب بدل اللبن، لان طبعا عادي بزود عليها لبن بودرة وكده فاليوم بينجز يعني والليلة بتعدي. وبعدين انا عامله لهم بطاطس وبيض وكده، عايزين ايه تاني يعني؟ فالحمد لله كويس اوي كده. طبعا انا يعني اللي حابب ان انا احط له كان فول سوداني حطيت له، لكن طبعا ايلا ولولي ما بيحبوش الفول السوداني في السحلب، فحطيت بس القنوش ومحمد. وعملت لهم كمان طحينه حلاوه طحينيه قصدي. طحينه ايه وبالقشطه. انتوا شفتوا القشطه ان انا طلعتها في الاول كانت ما شاء الله حلوه جدا يعني. انا بحب عامه القشطه بالحلاوه الطحينيه. وادي كان فطارنا النهارده اللي هو تاني يوم. بس بعد ما فطرت طبعا الحاجه الاساسيه اللي لازم كل واحده تعملها دي لازم دي. بس انا ليا في القهوه وفي النسكافيه في الاتنين على فكره يعني. فما بيفرقش معايا، ممكن اعمل قهوه ممكن اعمل نسكافيه على حسب المزاج يعني، على حسب ما الجمجمه تطلب يعني. الجمجمه النهارده طلبت ايه؟ طلبت نسكافيه. فبعملها بالطريقه دي اللي هي اساسا هو ده المفروض ان هو للقهوه، بس انا بستخدمه للنسكافيه. لقيت واحده بتعمل كمان بيه السحلب. سحلب ايه بس؟ سحلب ايه يا عم؟ لا مش سحلب. السوايل اقصد.
السوائل، أقصد السوائل يا جدعان، ما حدش يركّز معايا بس. قولي لي ما إحنا بنقعد قاعدين معاكِ بنتفرّج على أي أساس لمّا ما نركّزش معاكِ أنتِ. عسل، عسل، أقسم بالله عسل. المهم خلّينا في المهم، بعد كده عملت الكنافة ده تاني يوم يا جماعة مش اليوم اللي قبله، حطيت بس عملت بقى اللي هو السيرب بتاع الشربات خفيف، أنا قُلت أجرّبه، لقيته برضه مفتفت، يعني هو عايز إن أنتِ تعملي ما بين البينين، يعني وخلّي بالِك والله ما حد هيقول لِك النقطة دي بجد، يعني بُصّي اللي بيتحكم في النقطة دي الجو. يعني أنتِ مثلًا في شتا، فأنتِ هتحاولي إن أنتِ تخفّفي شوية السيرب ويبقى متوسط، لأ أنتِ في صيف فلأ تقِّلي السيرب، أنتِ فاهماني؟ فاللي بيتحكّم الجو مش بتتحكّم أنا عن نَفْسي يعني، أنا اللي جرّبته وأنا أساسًا دايمًا باعمل الكنافة دي. فأنا يعني قولي مثلًا خبرة فيها مثلًا، فعشان كده باقعد أعُك كتير وأجرّب فيها وكده، فاللي جرّبته إني لقيت إن الموضوع أساسًا مش إن أنتِ لأ الكنافة ليها سِرَب تقيل، لأ الكنافة ليها سِرَب خفيف، لأ، هو الجو اللي بيتحكّم. وعامةً برضه التلاجة بتتحكّم، يعني أنتِ لمّا بتطلّعيه من التلاجة برضه بيفرق، فبرضه الحاجات دي يعني عايزة دراسة يا جماعة، لأ إحنا نفتح بقى كورس كده عايزة دراسة الموضوع ده. فبُص لأ بجد والله ركّزوا فيها، يعني أنتِ جرّبي برضه، اعملي الأول متوسط وشوفي لو ما كانتش يعني لو كان حلو خلاص استمري فيه، لو ما كانش حلو لأ خلاص اعملي اللي هو السِرَب التقيل. المهم خلّينا بقى في ده، هنا بقى عملت اللي هو كوبايات، كوبايات وعملت كل 3 صنف، يعني كل 3 زوّقته بحاجة. بُصّوا ده أجمل مرحلة دي، أنا برضه من الناس اللي بتحب المرحلة دي، في ناس ما بتحبش، يعني اللي هو بُصّوا أهو يالّا خلاص مش مهم، بس أنا من الناس اللي بتحب بصراحة إن أنا أزيّن وكده، أنا كنت أعمل تورت يا سلام! يا سلوم! والله العظيم كنت أعمل تورت جميلة، اسألوا اخواتي، فين اخواتي ما أعرفش، المهم بس أنتم اسألوهم. إزاي هتسألوهم ما أعرفش. كنت باعمل تورت جميلة، إيه رأيكم والله أنا هانزّل لكم في المنتدى صورة لعيد ميلاد بنتي ابني مش فاكرة عيد ميلاد أنوش والّا محمد، وكنت عاملة أنا التورتة، وكنت عاملة وردة اللي هي الشوكولاتة دي أنا اللي عاملة كل التورتة، هاوريها لكم، والله هاوريها لكم، هانزّلها لكم حلوة جدًا، وقولوا لي بقى رأيكم بقى، وحاولوا تجاملوني يعني ما بلاش تبقوا صُرحا أوي يعني الجميلة حلوة برضه يعني، وربنا بيحب الناس اللي بتبقى حلوة مع بعض، فحاولوا تجاملوني ها، بس كده. بيني ما بينكم يعني. أنا برضه عملت بُصّوا أنا الموضوع ده ما الكوبايات دي ما قعدتش معايا أبدًا، يعني ما قعدتش ما شاء الله خلّصوها تاني يوم خلّصوها، لدرجة إن أنا كنت عايزة أودّي لماما ما لحقتش أودّي لماما. يعني كنت عايزة أودّي لها لإن هي كانت صايمة وكده والمفروض إن أنا أودّي لها أصلًا، لأ ما لحقتش أودّي والله. وبعد ما عملت لها أنا قُلت لها: "يا ماما أنا هاجيب لِك" ومش عارفة إيه، قالت لي: "لأ خلّيها للعيال أحسن." قُلت لها: "خلاص ماشي يا ماما." ماما بس عشان هي أهم حاجة عندها العيال هم اللي ياكلوا، فهُم فعلًا أكلوها، يعني أنا بس ماما قالت لأ مش عايزة، وأنا بصراحة يعني خُفت على الإزاز ده لا يتكسر، فأنا كنت هادّيها اللي هو الطبق الأولاني ده، فخُفت لا يتكسر يعني لو ادّيته لأشرف إنه يودّيه، لو أنا ودّيته طيب وكان معايا العيال، فلأ، قُلت خلاص أنا لمّا أكون عاملاه تاني هاعمل تاني إن شاء الله أعمل لها في حاجة بلاستيك وأكون عاملة حسابي إن هي أحط لها في طبق في علب بلاستيك يعني وكده، اللي هي العلب التلاجة يعني، فاهمين أنتم طبعًا، بس فقُلت خلاص يعني المرّة الجاية إن شاء الله هاعمل لها في علبة تلاجة وأعمل حسابي وأودّي لها إن شاء الله بإذن الله. فحاولت بقى كده أنوّع، فهنا بما إني عايزاهم يبقوا 3، 3، 3 قُمت واكلة ده أكلة اللي هو بتاع بالشوكولاتة ده، وحطيت عليه مانجا، وحطيت ما بين البينين بس أنا ما حطيتش في التالتة، بس قُلت مش مشكلة المهم يكون الشكل النهائي واحد، والله هُم كلّهم اتاكلوا يعني ما شاء الله ما فيش حد خلّى حاجة أساسًا، بس السيرب كان خفيف، يعني كانت البتاعة متفرولة، لأ عايزة أتقّلها شوية وهاتقّلها بإذن الله المرّة الجاية، وهاقول لكم بجد يعني إذا كانت حلوة لأ مش عارفة إيه، هاقول لكم. هنا بقى إيه، عملت على طول السلطة لإن إحنا هنتغدى بقى،
يعني اليوم ده اللي هو الغدا اللي فيه. فعملت على طول السلطة. أنا بُص السلطة دي باعشقها، وبقية الأيام دي كمان باعشقها، لإن الكابوتشي ده بيخلّي السلطة جميلة، جميلة. يعني كفاية لونها، أنا عامةً باحب الألوان البنفسجي والكلام ده، فاللون نفسه بتاع السلطة يخلّي الواحد يجري عليه. فعملت جزر، الجزر طبعًا بيتبشر، بس أنا باحبه كده أحسن. الأول كنت بابشره بصراحة، بس لقيت إن طعمه كده ألذذ، يعني لذيذ ومسكّر وجميل. فقُلت لأ خلاص أنا هاعمله كده، بس باعمله برفيّع جدًا، جدًا، جدًا. يعني مش إن أنتِ مثلًا سنانِك توجعِك ولا كده، لأ بالعكس، باعمله رفيّع جدًا، جدًا. عملت كده بقى الجزر والطماطم، والخيار كمان هاعمله معاكم. وأنا عملت الرز برضه، بس أنا طبعًا الرز ما وريته لكمش يعني، لإن أنا عملته معاكم كذا مرّة قبل كده، وكمان هو أنتم كلكم عارفينه أصلًا يعني. فأنا باحاول أنجز بس في الموضوع عشان يبقى الفيديو حلو وخفيف ولطيف وعسول كده يعني زيي كده. المهم وهنا بقى الكاوتش بُصّوا لونه، والله لونه لوحده يعني يأكّل. لونه لوحده وكمان طعمه حلو، أنا باحب طعمه على فكرة. بس هو لونه لوحده يخلّي الواحد كده إيه، يحب السلطة يعني فاهمين؟ هنا بقى كنت هاعمل البصل، بصراحة البصل الأخضر، بس قُلت بعد كده طَب أنا عملت للأولاد وكده كنافة، وآيلا مش يعني ما لهاش في الكنافة وكده، وحتى لو أكلت هتاكل الكريم شانتيه. فقُلت خلاص عشان ما اظلمهاش أعمل لها إيه، 3 يعني 3 أطباق بس مهلبية، وما خدتش وقت خالص معايا يعني، بس كان طعمها جميل. أنا كنت أأكلها معلقة وآكل أنا التانيين. لأ بس لأ بجد والله كان طعمها حلو. طبعًا ما حطيتلهاش أي حاجة لإن هي ليها هي يعني فاهمين؟ فبعد ما خلّصت بقى اللي هو عملت البصل، قُلت عشان خاطر لو في أي ريحة في الإيد ما تجيش على المهلبية وكده يعني، لإني ما باحبش الموضوع ده خالص. أنا اتحطيت فيه كذا مرّة، عشان كده أنا باخد بالي. يعني أنا كنت باشتغل وعادي أقول إيه اللي هيجيب ده لده لأ بييجي بيلقط، بالذات لمّا بيبقى تعملي بصل أو توم وتكوني هتعملي وراه حلويات مثلًا، بيلقط، بيلقط وبيبقى الريحة وبتستخسري الحاجة وتعبِك بيروح وكده. بُصّوا المصفى دي هاقول لكم أنا جِبت 2 منها عشان هي تبقى بالإيد. أنا عارفة إن أنا قُلت الكلام ده قبل كده، بس باقول للناس الجديدة. فجِبت منها 2. إيه يا ماما، إيه يا ماما؟ جِبت منها 2، فبرضه الدراع أو الإيد بتاعتها اتكسرت، فخلاص يعني مش هاجيب تالت يعني. فأنا بقيت أستخدمها كده وعادي أنا عاجباني مش مشكلة. هنا بقى عملت كمان عصير فراولة ليهم، قُلت عشان جات لنا ضيفة، يعني هي مش ضيفة بصراحة هي بنت أختي، بس قُلت أعمل لها عصير ويا عيني ما شربتش والله، مشيت من غير ما تشرب. أساسًا أنا كنت خايفة لإن هي ما بتحبش اللبن، وأنا حطيت لبن. ونسيت، حتى بعد كده حطيت شوية صغيرين وبعد كده كمّلت بالمَيّة، بس يالّا زي بعضه. المهم وبعد كده عملت السلطة وعملت هنا دي اللي هي سلطة الزبادي اسمها سلطة إيه؟ تومية، تومية، تومية. وكده أكون خلصت معاكم الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا الطاجن والله بيتكلم عن نفسه، جميل. بس الكوسة طعمها ما عجبنيش فيه. طبعا لو انتي بتحبيه اكيد هيعجبك. وادي كده السلطة والرز و... والتونة التومية قصدي. وهنا اهو كده الشكل النهائي. بصوا الجمال. شيف يا ناس، شيف يا ناس، والله العظيم شيف. هو ده الطبق اللي كنت هوديه لماما واكلناه ما وديناهوش. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده واشوفكم على خير. ولو مكنتيش اشتركتي في القناه اشتركي في القناه. باي باي.